اللي انت ما تعرفوش ان الركبه بتتكلم وليها لغه. تعال اقول لك ايه لغه الركبه وازاي نسمع صوتها ونترجم اللغه دي. اول صوت الركبه بالطرقعه وصوت الطرقعه، وصوت الطرقعه ده لو طرقعه متكرره اللي هو الصوت اللي بيقول لك بسمع صوت من ركبتي وانا طالع السلالم وانا نازل من السلالم. في صوت الحكه اللي هو صوته صغير وبيقول لك عامل زي صوت الفشار، وانا بسجد وانا بركع وانا بطلع بركبتي على سرير وانا بوطي وانا برفص وانا بقوم، بتسمع صوت بسيط كده اللي هو زي صوت كده طرقعه خفيفه. ده اعرف ان ده من هنا من الصابونه بتاعت الركبه. تاني صوت لو الصوت اعلى شويه ومش متكرر كتير، صوت طرقعه وانت بتلف يمين وانت بتلف شمال وصوت طرقعه ده كان عالي، اعرف ان ده صوت احتكاك في غضروف الركبه. لو الصوت جه فجائي وانت بتعمل حركه فجائيه وانت نازل من مشروع وانت راكب عربيتك وانت نازل من عربيتك وحصل صوت تكه جامده ومره واحده، اعرف ان ممكن يكون حصل اصابه في غضروف الركبه. الصوت اللي بيجي لك تاني طرقعه وطرقعه واحده وعنيفه جدا اللي هو صوت تك واحده بس بدون مش متكرر في الحركه وانت بتلف يمين وانت بتلف شمال، اعرف برضو ان ده صوت غضروف الركبه. الصوت اللي بيجي لك بقى من طرقعه متكرره تك 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 بيبقى الليفل بتاعه عالي شويه وانت ماشي مش وانت طالع سلالم، اعرف ان ده ابتدت خشونه في سطح المفصل ذات نفسه. يبقى تاني هقول لك لو الصوت متكرر وحديته بسيطه حكه بسيطه وانت بتوطي او بتطلع على السرير او بتطلع سلالم، اعرف ان ده صوت في الصابونه او الباتيلا او ده جزء من الركبه اسمه باتيلو فيمورال جوينت. لو الصوت وانت ماشي اعرف ان ده من التيبيو فيمورال جوينت او من الركبه ذات نفسها. لو الصوت طقه واحده وعنيفه ومؤلمه وانت بتلف يمين وتلف شمال، اعرف ان ده صوت غضروف هلالي في الركبه. تعال اقول لك كمان ان الركبه ليها صوت مؤلم وصوت غير مؤلم. مش كل صوت مؤلم خطر ومش كل صوت غير مؤلم يطمن، فنسمع صوت الركبه ونحلل الصوت ده. وده واجبنا احنا كاستشاريين جراحه عظام ان احنا نفسر صوت الركبه ونعالجه بدري. بس لو الصوت عندك بليه الم ارجوك ما تهملوش لانه ليه علاج، ومش لازم اي صوت ده معناه ان انت خلاص جالك خشونه في الركبه. عرفت بقى يا سيدي ايه لغه الركبه؟